من الاخر بقى اللي انا عايز اقوله ان في ناس بتبص للعادات والروتين ده على انه حاجه وحشه، وتلاقي بقى واحد روش بيقول لك بص بقى انا ما بحبش استمر في شغلانه واحده او اكمل في علاقه واحده علشان انا اصلا بزهق بسرعه. ولو انت جيت بصيت على حياته مش هتلاقيه حقق انجاز واحد يذكر، لان ببساطه دي ثقافه غلط. انت لازم تبقى بني ادم روتيني عشان تنجح. عايز تبني جسم كويس يبقى لازم تستمر سنين تتمرن. عايز تبني علاقات اجتماعيه ناجحه يبقى لازم تتعامل مع الشخص الاخر كتير جدا عشان تقدر تفهمه ويفهمك. عايز تنجح في شغلك يبقى لازم تقعد فترة طويلة جدا تعمله علشان تقدر تفهمه وتتطور فيه. انا مثلا علشان انجح يبقى لازم انزل فيديوهات باستمرار. وعموما اي مهارة عايز تكتسبها لازم تتمرن عليها فترة طويلة جدا عشان تقدر تتقنها. وهنروح بعيد ليه؟ انت لو بصيت على اي واحد ناجح في حياته هتلاقيه بيعمل روتين ما بيغيروش. ومع ان الروتين شيء ممل جدا بس هو ده اساسا التحدي، انك تعمل نفس الحاجة بنفس الشغف وتتقبل النتائج المتواضعة اللي في الاخر هتتجمع مع بعض علشان توصلك للنجاح.